الثدي وعمليات التكميم وتحويل المسار. ماذا بعد عمليات التكميم وتحويل المسار؟ بعد العمليات دي بيبدأ يحصل نزول في حجم الغدة اللبنية اللي موجودة في الثدي. النزول ده بيكون من متوسط لكبير، وبيحصل معاه ترهل في الجلد. لو النزول كبير والترهل في الجلد كبير لازم نعمل عملية رفع مع وضع حشوات السيليكون. لو النزول مش كبير قوي بنعمل إزالة للجلد المترهل مع إعادة بناء لأنسجة الثدي الذاتية أو التكبير الذاتي للثدي عشان نوصل لثدي مشدود وحجمه مناسب لمقاييس صدر السيدة، وكمان مشدود ومفيهوش ترهل. ولازم الحلمة والهالة بيرجعوا لوضعهم الطبيعي بالنسبة للمريضة دي قبل فقدان الوزن بتاعنا.